السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده تالت حلقه من كورس اعلانات التيك توك، واللي اتكلمنا في اول حلقتين عن كيفيه انشاء حساب على مدير اعلانات التيك توك، وتاني حلقه اتكلمنا فيها عن كيفيه انشاء حساب اعلاني جوه مدير اعلانات التيك توك. وكان الموضوع سهل وبسيط وكلنا استفدنا منه وحسنا ان الموضوع سهل. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن طرق الدفع المختلفه اللي ممكن تدفع بيها علشان تبدا تعمل اعلانات التيك توك. الموضوع ان شاء الله هيبقى سهل ولذيذ وبسيط، وهعرفك اسهل وانجز الطرق اللي هتوفر معاك كمان. فلو من غير كلام كتير قبل ما تبدا، انزل روق عليا بايك واشتراك جميل في القناه، وهات كوبايه شاي بتاعتك علشان تروق، وتعالى لي عشان ده الفيديو. بص يا سيدي، عشان تقدر تبدا تضيف طرق دفع مختلفه على حساباتك الاعلانيه على حساب اعلان تيك توك، هتخش على مدير الاعلان بتاعك اللي كنا بنجيبه من شكل الشنطه اللي موجود هنا ده، ونيجي نضغط هنا من فاينانس على بيمنت مانجمنت. هتلاقي ظهر لك من تحت من هنا الاد اكونتس اللي عندك. انا كريت اد اكونت تاني عشان عايز اوريكم فيه حاجه هتعجبكم جدا. هنيجي من الجنب من هنا هتلاقي فيه زرار اسمه اد بالانس. قبل ما نخش على كلمه اد بالانس، انا كنت شرحت الفيديو اللي فات في حته المدفوعات دي ان انت عندك حاجتين، طريقتين للدفع، حاجه اسمها مانيوال وحاجه اسمها اوتوماتيك. ايه الفرق بين الاثنين؟ واحنا اخترنا هنا ايه؟ احنا هاو تو مانيوال بيمنت وركس، احنا عملناها مانيوال. ايه الفرق بين الاثنين؟ الاوتوماتيك بيشتغل بنظام المديونيه، انت بتخش بتضيف الكارد بتاعتك اللي هي الكريدت حاليا في مصر هي اللي شغاله، وبيبدا يخصم مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم 150 جنيه عشان يتاكد ان هي شغاله، ويبدا يردهم لك في خلال تقريبا 15 يوم بعد كده. تمام؟ وانا قلت لكم ان انا مش بفضل الطريقه دي علشان انا مش بحب اشتغل بالنظام المديونيه. انا عايز اشتغل قد الفلوس اللي معايا، بحط له 1000 جنيه بيبدا يصرف من 1000 جنيه لحد ما يخلص الاعلانات تقف، اضيف له فلوس ثانيه يفضل مشغل اعلانات لحد ما فلوسي تخلص. علشان لما الحساب بيبقى عليه مديونيه بيبقى فيها مشاكل، وساعات بيحصل مشاكل في الاعلانات يعني، والحساب الاعلاني نفسه بيحصل فيه مشكله. فانا بتجنب ده خالص. انا بشتغل بالحساب بالطريقه المانيوال، ان انا بضيف له مبلغ معين بصرف على اساسه، مش بحب يبقى فيه مديونيه على الحساب بتاعي. تمام كده؟ فبعد ما احنا اخترنا ان هو يبقى مانيوال، بنيجي هنا من الجنب بدوس على زرار اد بالانس وابدا احدد المبلغ اللي انا عايز اضيفه. وليكن مثلا لو احنا هنضيف 1000 جنيه، تمام، هو بيحسب لك ان بعد ال 1000 جنيه دي في 14% اللي هي ضريبه القيمه المضافه، دي مش هتقدر تتحكم فيها، كده كده هتبقى موجوده عليك. نضغط بعد كده على زرار كونفيرم علشان يجيب لك الطرق اللي انت هتدفع عن طريقها. اول حاجه في كريدت كارد او ديبت كارد، ودي اللي في مصر شغاله كريدت بس، مفيش ديبت مش شغاله. وعندك فوري. انه الاحسن وانه الافضل وانه الاريح؟ اكيد فوري بدون نقاش، احسن واريح واوفر في الفلوس. ايه الفرق طيب؟ الكريدت كارد بيخصم من عليك كده كده 14% بلس 10% عمولة تدبير، وحاليا في بعض البنوك بقت 5%. تمام كده؟ فانت دافع مينيمم 5% على قيمة المبلغ اللي انت بتدفعه. يعني كل 1000 جنيه هتدفع عليها 50 جنيه. طب في فوري، لو احنا اخترنا فوري، اولا مش محتاج ولا تطلع كريدت كارد ولا ليك ليميت في الدفع، الموضوع مفتوح، وبتدفع 1.25% بس عمولة تدبير. يعني كل تقريبا 1000 جنيه هتدفع عليها قد ايه؟ 25 جنيه تقريبا، او هتبقى في حدود 30 جنيه. فانت موفر فلوس. فخليك مع فوري، ملهاش ليميت، الليميت بتاعها مفتوح، وفي نفس الوقت الضريبه اللي بتدفعها اقل كتير. فخليك مع فوري، هتسهل عليك كتير. يعني مش هاخد فلوس من وراهم، بس انا بقول لك عن تجربتي، انا عايز اساعدك. تمام كده؟ بعد كده على زرار ميك بيمنت علشان يجيب لك هنا المبلغ اللي انت هتدفعه. هتدفع 1140 جنيه بس، لما تروح تدفع على فوري هتلاقي ضاف عليك رسوم 2 جنيه كده كده بتضافوا، زائد تقريبا 1.25%. تمام كده؟ فهتلاقي داخل معاك تقريبا في حدود 30 جنيه زياده يعني. ده الكود اللي بتدفع عن طريقه. ممكن تنزل عند اي كشك وتدفع عن طريق الكود ده، او الاسهل من كده والاحسن انك تدفع عن طريق ابلكيشن فوري على طول، وده هيسهل عليك كتير جدا. ولو مش عارف تعمل كده ازاي، كنت انا شارح الطريقه اصلا ازاي تدفع عن طريق الابلكيشن في طرق دفع عن طريق فيسبوك، بس هتلاقيها هي مفيش اي اختلاف. هيظهر لك هنا فيديو جنب علامه الرئيس، بيقول لك تحت صندوق الوصف شوفه. هتدفع وانت في بيتك، لان لما تدفع عن طريق اي كشك في الشارع، او لما حتى تفرض نفسك وتروح لفرع فوري، ممكن يدفعوك مصاريف زياده عشان بتدفع عن طريق الكشك اللي في الشارع، ولازم يكسب من وراك يعني. فده هيوفر لك فلوس وكمان تدفع من بيتك يعني. تمام؟ فشوف فعلا الفيديو هيسهل عليك كتير يعني. فبعد ما تكون دفعت هتلاقي الفلوس اتضافت لك في الحساب. خلينا نخرج كده، هتلاقي فلوس اتضافت هنا. بعد ما تضاف، ده مش معناه الاعلان بتاعك هيشتغل على طول، لا. الفلوس هنا اتضافت فين؟ الفلوس هنا اتضافت في مدير الاعلان بتاعك. انا عايز اضيفها بقى في الحسابات الاعلانيه. انا عندي هنا حسابين اعلانيين يعني. انا عندي هنا حسابين اعلاني، حساب اعلاني وحساب اعلاني يعني، كان الجمع يعني. عايزين ناخد هنا بس نضيف هنا في ايديا 22 ده جزء مثلا وليكن 500 جنيه من 1000 جنيه اللي احنا ضفناها. فنضغط هنا على زرار اد بالانس،
فهيبدا يقول لي هنا من 1000 جنيه اللي انت عايز من 1000 جنيه اللي معاك انا عايز اضيف مثلا منها، وليكن هنا انا طبعا مفلس مش معايا حاجه، بس مثلا عايز اضيف 500 جنيه، فهضيف ال 500 جنيه وبعد كده اقول له ايه هنا ايه ترانسفير بزنس سنتر بالانس، هضيفه هنا، هضيف 500 جنيه تمام كده. وهنا برضو اجي اضيف 500 جنيه. طب انا وليكن ضفت في واحد 500 جنيه وفي تاني 500 جنيه، ولقيت ان واحد فيهم انا عايز اوقف اعلاناته وعايز اخلي ال 1000 جنيه في واحد بس، هدوس هنا على زرار ديكريز بالانس وهبدا اقلل ال 500 اللي هنا، هقلل منهم مثلا وليكن 400 واقول له كونفيرم، فهيقوموا راجعين واضيفهم في الحساب التاني. دي حاجه قويه جدا جدا مش موجوده في فيسبوك وموجوده في تيك توك وعجبتني جدا. انا ساعات في فيسبوك الاقي نفسي ضفت مبلغ كبير مثلا في اد اكونت معين وعايز ارجع اخد المبلغ ده واضيفه في اد اكونت تاني، لا كل سنه وانت مش بتعرف تعمل حاجه زي كده يعني اللي هو بيقول لك ايه ده اللي موجود طالما حطيت فلوس مش هينفع تشيلها. بس دي ميزه قويه جدا موجوده في تيك توك ومش موجوده في فيسبوك وهتريحك جدا عامه قدام يعني. ده غير ان احنا لما بنعمل اعلانات مع بعض قدام هتلاقي ان في مميزات هتسهل عليك شغلك، خصوصا لو انت بتعمل كميات كبيره من الاعلانات هتلاقيها مسهله عليك في تيك توك ومش موجوده في فيسبوك وبفرهد جدا جدا وانا شغال فيها ومتعبه قوي يعني. تمام، دي كده كانت بايجاز وبالتفصيل اللي انت هتحتاجها لطرق الدفع على فوري. ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنتكلم عن كيفيه ربط حساباتك بتاع التيك توك على حساب مدير الاعلانات بتاعك على تيك توك علشان تبدا تستغل الاعلانات اللي انت عاملها اصلا على حساباتك يعني في الاعلانات بتاعتك علشان تبدا تخلي الناس يشوفوها، سواء بقى هتعمل اعلان فيوز او تزود الفولورز اللي عندك، ايا كان الاهداف اللي احنا نبدا نتكلم عنها في الحلقات اللي جايه. اول حاجه هنبدا نستخدمها فيها وهي كيفيه ربط حسابك بتاع تيك توك على مدير الاعلانات بتاعك، ودي هتبقى حاجه قويه ومهمه جدا. ده غير انك تبدا تتعلم ازاي لو عندك مودريتور عايزه يرد على المسجات اللي عندك، وبرضه هنتكلم عنها في الحلقه اللي جايه. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. هسيب لك تحت في صندوق الوصف في اول كومنت لينك المقاله قويه ومهمه جدا هتفهمك وتوضح لك اسهل واقوى طرق للربح عن طريق التيك توك. شوفها وادعي لي. تمام كده، ما تنساش لو عندك اي اسئله ممكن تنزل تكتبها تحت في الكومنتات بقراهم كلهم، ممكن تخش كلمه صفحتي على الفيسبوك اسيب لك اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف وفي اول كومنت. ولو محتاج اي شغل علاقه بالسوشيال ميديا او الجرافيك ديزاين او الاعلانات او التصوير، الحاجات دي كلها هسيب لك رقم الواتساب بتاعي برضه في صفحه الفيسبوك. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين احنا دايما في خدمتكم. شكرا.